كبيرة جدا، وكان الفريق الفيصلي كان بيلعب زون ديفنس، وكان خانق الدفاع ورا، ما كانش حد من الهجوم الاهلي كان قادر يوصل للبوكس الشوط الاول، كنا بنشوف تقريبا اللي بيلعب زون ديفنس بيبقى قافل قوي، لكن برضو كان الفيصلي شرس على دفاع الاهلي وعرف يستغل الغلطات وقدر يسجل. وشفنا مع نزول عبد الله السعيد كان حرك الاهلي شويه لقدام، لانه لعب مركز رقم 10. كنا شايفين صالح جمعه مجهوده قليل، لاعب عبد الله السعيد كلاعب بوكس تو بوكس ومركز رقم 10 بيقدر يبني الهجمه لقدام، وخلى فيه 2 مهاجمين، ودى احمد فتحي ناحيه اليمين علشان الاخطاء اللي عملها في خط الدفاع، فالاهلي بدا يتحرك شويه. لكن لو كان جاب جون قبل الدقيقه 90 كانت ممكن تقدر، عشان الاهلي كان هيقدر يجيب جون في الدقيقه 92 ويعمل حاجه. ساجد، شايف الاخطاء الدفاعيه القاتله للنادي الاهلي دي سببها عدم وجود احمد حجازي واحترافه خارج مصر؟ لان حجازي من اللعيبه المساكين بتلعب كوره على الارض وعاقل، يعني بيعرف يتحكم بالكوره، لا غير رامي ربيعه بعد الاصابه يمكن مستواه اتهز شويه، ورامي ربيعه ساعات بيخش جامد متهور زياده عن اللزوم، فكانت في مشاكل، وخصوصا كمان مع احمد فتحي اللي بيلعب في مركز مش في مكانه. لكن برضو الاهلي لما ودى احمد فتحي الجبهه اليمين وخلى عبد الله السعيد في نص الملعب بقى بيلعب وان سايد جيم، الفيصلي بقى بيلعب على المرتده، ما كناش بنشوف غير الاخطاء من الاهلي اللي وصلت الفيصلي. شايف بعد صعود الفيصلي الاردني مين يواجهه في النهائي ومن يفوز بالبطوله؟ انا اتوقع الترجي، لان الترجي من الفرق اللي ورشحها انها تاخد البطوله، من الفرق القويه جدا وفريق منظم. خروج جماهير الاهلي حزينه النهارده بعد الخروج من البطوله العربيه. انا بقول لهم تركز بس، واللعيبه تركز في بطوله افريقيا والكاس، دول اهم، ويركزوا علشان الكاس وافريقيا بعيد عن النادي الاهلي